عاملين ايه يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم جميعا الأيام المباركة كلها بخير. خلاص قربنا على رمضان ورجب ابتدى على خير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. وحبيت اوريكم واعرفكم ان عم محمد اللي صورنا عنده السنة اللي فاتت في ميدان عبده باشا في شارع 10 في العباسية فرش البلح بتاع رمضان. وهو دايما متعود بيفرش في الشهرين اللي قبل رمضان، على قبل رمضان بيكون مشطب الكمية بتاعته. فحبيت حتى ان انا قبل ما انزل اعمل الجولة بتاعتي عنده، يعني ان شاء الله على اخر الاسبوع كده على ما ينزل البلح الطري وبلح القصيم وبلح السعودية اللي بيجيبه واحنا متعودين نصوره عنده، فقلت اوريكم الفيديو اللي هو بعتولي عن الشغل اللي هو نزله علشان تبقوا انتوا عارفين. هنشوف يا جماعه مع بعض الاسعار عنده بادئه من 30 جنيه. الناس اللي متابعه وعارفه السنه اللي فاتت كانت الاسعار بتبدا من 25 وتنتهي ب45. النهارده يا حلوين بنبدا من 30 لحد اغلى حاجه 55 جنيه، واعتقد ان ده ارخص سعر للبلح في مصر كلها. يا رب ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا بالفيديو، واللي محتاج حاجه يلحق ينزل ياخدها. حبيت انزل لكم الفيديو ده قبل حتى ما نعمل الجوله بتاعتنا، علشان خاطر في انواع بتخلص، يعني اكتر حاجة بتخلص بسرعة الفواخر. انا عايزة اقول لكم الفيديو بتاع السنة اللي فاتت كله اتصور من غير البلح الفواخر، لانه كان بعدها باسبوع تقريبا بس على ما فرش. عايزه اقول لكم على ما استنينا البلح الطري كان البلح الفواخر الناشف اللي هو اللي بيكون حجمها كبير شويه وتكون محمله شويه ملحمه شويه بتكون خلصت. فعشان كده قررت ان انا انزل لكم الفيديو ده علشان اللي محتاج اي حاجة ينزل ياخدها. طبعا بيشحن وبيوصل للبيت وكل حاجة يا جماعة. وعايزة اقول لكم ان ما شاء الله عنده الاسعار حلوة جدا، بدأ من 30 جنيه. يعني على قد ما قدرت في المونتاج زومت لكم على البلحة نفسها علشان يعني تشوفوها. صحيح التصوير مش بيبقى زي الحقيقة، لكن لما تنزلوا تقدروا تدوقوا كل الانواع اللي انتوا عاوزينها قبل ما تشتروا. التشكيل كبير جدا ما شاء الله والكميات كبيرة، ما تقلقوش ما شاء الله المخزن مليان. بس على قد ما قدرت زومت لكم في المونتاج وعدلت على الفيديو اللي متصور علشان تقدروا تشوفوا كويس شكل البلحة وحجمها عامل ازاي. البلح ده كله جديد بتاع السنه دي، مفيش حاجه اسمها بلح متخزن. الكميات زي ما انتم شايفين اهو. انا عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت قبل رمضان لو كان عنده كميات باقيه كان فرش وباع، ده قافل قبل رمضان تمام كده. يعني احنا بوريكم. بصوا ده اكتر جزء عجبني اللي هو الفواخر اللي ب55. البلحة الغامقة دي بتبقى سكرها زيادة شوية، وكمان لو هتستعمليها في الخشاف بتلون معاكي المية بتاعة الخشاف مع قمر الدين تمام. فبرضو الناس اللي عايزة للتسالي اللي هو 30 و40 بيبقى حلو للتسالي وخفيف. الناس اللي عايزة للخشاف اعتقد ان ابو 55 يكون افضل. طبعا الناس اللي عايزة تخزن او تشيله او هتاخديه من دلوقتي تحطيه فين، حطيه في التلاجة عادي جدا. انا عايزة اقول لكم انا عندي بلح بايت من رمضان اللي فات في التلاجة عادي جدا، مفيش اي حاجة يعني. فهو تخزينه سهل جدا وما شاء الله عنده درجات في التسكير. يعني ايه؟ يعني لو حد مثلا عايز بلح سكره خفيف يا جماعة تقولوا له، هو هيقولك خدي من دي خدي من دي وهكذا تمام. تقريبا انا كده قلت لكم كل التفاصيل اللي عندي، وزي ما قلت لكم حاولت على قد ما اقدر ان انا ابين لكم شكل البلح. هسيب لكم كده برضو هاخد لقطات كده سكرين من الفيديو واحطها لكم بكل نوع او كل شكل بلحة بالسعر بتاعها، بحيث ان انتوا تبقوا انتوا خلاص يعني متأكدين من شكلها، ولما تنزلوا هناك تبقوا انتوا عارفين انتوا هتشتروا ايه. وبس كل تفاصيل اللي عندي لحد ان شاء الله بقى لما ينزل البلح الطري بكل انواعه، لان ده اكتر حاجة بتبقوا مقبلين عليها. ففضلت ان الجولة بتاعتنا تكون هناك مرة واحدة لما يكون عنده بقى البلح الطري بكل انواعه، وكمان البلح الناشف موجود بكمياته. هعمل لكم الجولة زي ما قلت لكم في نص الاسبوع ده او على اخر الاسبوع ان شاء الله، بحيث تكون كل انواع البلح موجودة علشان خاطر اللي عايز اوردر يبقى ياخد الطلب بتاعه كله مرة واحدة، وفي نفس الوقت ما يرجعش يجيب طري في وقت وناشف في وقت، لا تبقوا شفتوا كل حاجة في فيديو واحد تمام. بصوا هنا موضحه لكم اكتر شكل البلح عشان تبقوا انتوا يعني ايه متاكدين اكتر. اللي عايز يا جماعه اي تفاصيل اكتر من كده، عم محمد متساهل جدا وطيب جدا وبيشرح لكم للصبح اللي انتوا عاوزينه، ومتاح ان انت تدوقي كل الانواع اللي موجوده قدامك دي عشان تنقي وتطلعي درجه التسكير اللي انت محتاجاها او نوع البلحه اللي انت محتاجاها زي ما انت عايزه. يعني انا عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت وانا واقفه والناس بتشتري، احنا لسه ما رحناش السنه دي، وانا واقفه والناس بتشتري تقريبا دقوا كل الانواع لحد ما اختاروا هم عايزين من ايه بالظبط.
بصراحه ما شاء الله ما شاء الله، انا اخدت منه والله السنه اللي فاتت عشان انا شاريه منه والله. يعني ما شاء الله بيبقى عنده كميات كبيره جدا. والبلح اللي هو ب30، عشان اقول لكم بقى يعني بما اني اشتريت منه السنه اللي فاتت، اللي ب30 ده و40 اللي هو بتاع التسالي، اللي هو تاكلوه كده مع المكسرات او حاجه كده، او مع ناس بتحب البلح مثلا مع الشاي مع القهوه، على حسب انتوا بتاكلوه ازاي، او تسالي كده مع زي ما تحبوا يعني. هو ده بلح التسالي تمام، لانها بتكون خفيفه شويه مش ملحمه، وتسكيرتها مش عاليه. البلحه الملحمه اكتر بتبقى اكتر للخشاف والحاجات دي. وطبعا بقى انتوا ادرى مني بالاستخدامات والحاجات دي. على قد ما اقدر حاولت افيدكم، حاولت انزل لكم الفيديو بدري علشان خاطر اللي محتاج ونازل قريب من هناك وعايز يجيب بدري بدري كده تمام. اللي عايز يستنى بقى الفيديو الجولة بتاعتنا هناك مفيش مشكلة، لانها هتكون جولة شاملة بتفاصيل كتير. عم محمد هيشرح لنا كل الحاجات دي بالتفصيل ومراحل كل حاجة، وفي نفس الوقت هيورينا البلح الطري اللي لسه موصلش عنده لحد دلوقتي. علشان كده اجلنا الفيديو بتاعنا لنهاية الاسبوع كده. حلوين يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون فاتكم ولو بحاجة بسيطة. ما تنسوش يا امارات تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. ما تنسوش برضو الناس اللي بتشوفني لأول مرة تشترك في القناة وتفعل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل الجولات. واستنوني ان شاء الله في الجولة عند عم محمد في ميدان عبده باشا.